السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا به تكبر عائلة المطبخ الجزائري، في نفس الوقت فعلوا الجرس به يوصلكم جديدي ديما مع الوصفات السهلة وسريعة التحضير. اليوم جبت لكم حلوى خفيفة بزاف تشربوا بها القهوة تاع العشوة ولا كي يجوكم ضياف. نبداو بالمقادير اللي نحتاجوها: 125 غرام مارغرين تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، ملعقة تاع زيت نباتي، بيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة، 2 ملاعق سكر ناعم، 2 ملاعق نشا ولا اللي ما يعرف بالمايزينا، ملعقة تاع حلوة الترك. لهنا الملعقة انا استعملت ملعقة كبيرة، تقدروا ديروا ما بين ملعقة ولا 2 ملاعق كيما حبيتوا، وملعقة صغيرة كاوكاو محمص. هذه الاضافات تقدروا تستغنوا على الكاوكاو اذا كنتوا ما تحبوشو، ملعقة فانيليا و2 ملاعق صغار تاع خميرة. هذا ما نحتاجو. بلا ما ننسوا الفرينه به نلموا بها العجينه. نبداو تحضير العجينه على بركه الله. في ريسيبيون بسم الله نفرغوا كميه المارغرين اللي هنا راني استعملت 125 غرام، نضيفوا على الخليط تاع الزبده 125 غرام، نضيفوا لها كميه الزيت، نضيفوا عليه كميه السكر الناعم اللي قلنا 2 ملاعق، بيضه كامله. لهنا طريقه التحضير جد سهله، راح نحط المكونات تقريبا كامل ونحرك. زيت نشا، لازم نتاكدوا انه كل المكونات نزلت. في هذه الوصفه راح نستعمل الباتور. لهنا بسم الله نحرك على الاول هكا بشويه ونبدا نحرك كلش بالباتور. لهنا اللي ما تحبش الباتور تقدر تستعمل ايدها، بس ما تحطش المكونات كامل كيما راني حطيت انا. تحط المكون تاع الزبده وتمزجو مع الزيت والسكر، بعد باش تبدا تضيف البيض والنشا. انا نحب الباتور خاطر شي سهله ليا، اللي ما عندهاش تقدر تستعمل ايدها. لازم نضربو مليح بالباتور حتى نشوفوا كل المكونات انسجمت مليح مع بعضها. هذه الوصفه تجي بزاف مليحه وخفيفه، ومهم حتى طريقه التزيين راح تشوفوها سهله جدا. انا نحب ديما في الحلويات تقريبا راني نستعمل الباتور باش نسهل، واللي ما عندهاش تستعمل حتى الفوي. مقادير جد مضبوطه وراح تنزل لينا كميه لا باس بها. درك في اخر الفيديو نمد لكم الكميه تاع الزبده واش خرجت لي عدد حبات الحلوى. ما تنسوش وانتم تتفرجوا في الفيديو ديروا لي لايك للفيديو باه يشوفوه اكبر عدد من المشاهدين. لهنا شوفوا كيفاه الخليط راهو تغير اللون تاعو ولا لونه ابيض. نتوقف نضيف كميه الكاوكاو، لهنا ملعقه صغيره ما تكونش مليانه بزاف، ونضيفوا كميه حلوه الترك. حلوه الترك كي تحطوها فتوها شويه بيديكم، لهنا راح يعطيها ذوق بزاف مليح للحلوه تاعنا. اللي ما يحبش يدير حلوه الترك والكاوكاو يقدر يستغني عليها فانيليا. زيد نعاود نضرب بالباتور حتى نشوف هذيك حلوه الترك والكاوكاو تسجموا. حلوه الترك راهي مجرد منكه درتو تقدروا تستغنوا عليه هو والكاوكاو وتخلوها عجينه تاع صابلي عاديه. لهنا الصابلي عنده عده انواع، كاين الصابلي العادي اللي ما فيه اي منكه، وكاين الصابلي اللي تكون فيه منكهات كيما الكاوكاو كيما نوع كوكو، قادره تكون جنجلانيه، كل واحد وش يفضل. هذا الخليط اللي درتو ما بين الكاوكاو وحلوة الترك راح يعطي للصابلي تاعنا ذوق رائع ومميز على الصابلي اللي مورفين ناكلوه العادي. نزيد شويه في الفيتاس ونتوقف. لهنا كامل الخليط راهو انسجم. في هذه المرحله قلت لي غير نضيف الفرينه. لهنا الكميه تروح ما بين 2 اكواب و2 اكواب ونصف. نضيف فوق من الكوب الثاني تاع الفرينه الخميره ونبدا نلم فيها حتى نتحصلوا على عجينه تكون متماسكه. كما شفتوا في دقائق توجد وسهله جدا. هذه الحلوى نديروها نشربوا بها القهوه بالحليب تاع العشاء ولا تاع الصباح، ولا كي يكون عندكم هكذا مناسبه خفيفه تقدروا ديروها. هنا نستعمل ايدي خير باش نشوف كميه الفرينه اذا كنت راح نضيف نصف الكوب ولا ما نضيفش. لا هنا شوفوا كي استعملت ايدي راهي مازالت مخصوصه. اذا راح نضيف نصف كوب اخر اهو. وما تقيدوش بالكميه تاع الفرينه اللي نستعمل فيها انا، خاطر كاين فرينه اللي تشرب كاين فرينه اللي ما تشربش. انا نبدا نلمها حتى انا نبقى نلم فيها حتى نتحصل على عجينه تكون متماسكه. هذا هو القوام تاع العجينه بعد ما لميتها. ما تبسوهاش بزاف. لهنا راح نقسم نصف الكميه. كون عندكم كميه بزايد من العجينه احكموا قسموا نحطوا في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش ليكم. لهنا توجور رانا نحلوا على كيس بلاستيكي كيما تعودتوا معايا بلا ما نعاود الملاحظات خاطر راكم ولفتوني بركه. ونبدا نحل بالحلال العجينه. لهنا ما ترقوهاش بزاف. كيس بلاستيكي راح يعطيها
سطح أملس. شوفوا تتحكموا فيها كيما حبيتوا تحركوها. نكتفي بهذا القدر. نحكم نحي الكيس. وكفكرة كيفاه قبل ما نطبع بالطابة راح نجيب هذه الأداة راهي تتباع بتاع الحلويات. شوفوا الشكل تاعها، هذا هو الشكل تاعها. ونبدأ نطبع كامل العجينة تاعي تخرج فيها الرشمة هذه اللي راكم تشوفوا فيها. لازم نتاكدوا انها خرج الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. لازم نضغط بركه راح يعطينا شكل بزاف مليح للحلوى تاعنا. شوفوا درك نقدم لكم باه تشوفوا هذا هو الشكل اللي تحصلوا عليه في العجينه. ونجيب اي قطعه عندي ونبدا نطبع. انا حبيتها على شكل قلب وانتم اختاروا اي قطعه انتم تحبوه. درك نرفد لكم الحبه باه تشوفوا الشكل تاعها كيفاه جا. شوفوا يجي هذا هو الشكل فيها. اللي ما عندهاش هذه القطعه استعملتها انا تقدر تطبع باي طابعه عندها ولا تستعمل هذوما اللي فيهم الاشكال هذوما هم يتباعوا في الاسواق. استعملوا هذا الشكل ولا هذا الشكل فين نجيكم ملاحه. ونكمل نطبع كامل القلوب تاعي ونحطهم في البلا. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه بعد ما طبعتها. شوفوا لهنا درك نزومي. شوفوا كيف الحبه تجي. درك راح نحطها في الفرن تطيب. بعد ما تطيب نرجع نكملوا طريقه التزيين. كيفاه جا هايل بزاف. انا درت كميه بهذه النقشه اللي استعملت فيها هذه واستعملت طابع بلا نقشه. لهنا نبداو طريقه التزيين. لهنا راح نزين معكم حبات بركه كيما موالفين. نجيبوا المعجون. لهنا انا الطبع تاعي كي نطبع زوج حبات هكذا كنجي نلصقهم راه ما يلصقوش فوق بعضهم. شوفوا كيف يجي اعوج. لذا راح ندير حبه فوق من حبه. هنجيب المعجون ندير طبقه من المعجون بهذا الشكل ونلصق. تقدروا لهنا تستعملوا المعجون ولا تقدروا تستعملوا ايضا ولا تقدروا تستعملوا شوكولا للطل. نلصقوهم كامل. بعد ما تلصقوهم كامل اذا كنتوا حابين تستعملوا طريقه عاديه لشرب الشاي زيدوا غير خطوط من الشوكولا. بصح انا كما تعرفوني نحب بزاف الحلوى كي تكون برستيج. لذا جبت لهنا كميه من القطايف محمصه ولحيتها بهذا الشكل. وتقدروا تستعملوا الكاوكاو غير حبيت نغير انا فقط. نجيبوا الحبه تاعنا. هذا البنسو ما نعرفوش به نبدلو نغيرو. نجيب واحد اخر. نجيب هذا البنسو ونبدا ندير مع الجوانب كميه من المعجون. والمن المستحسن كي ديروا الحلوى ديروا المعجون ديروا البنسو اللي يكون رقيق. انا وزد لي حتى نخرج نشري واحد جديد. ونحكم نرمضها كامل في القطايف المحمصه. بعد ما تكملوا ديروا القطايف مع الجوانب. لهنا في هذا البوش راني ذوبت شوكولا بيضاء ولونتها باللون الوردي. راح ندير خطوط هكذا ما نكثروش بزاف الخطوط. لهنا تقدروا تستعملوا حتى شوكولا بيضاء بلا ما تلونوها. طريقه جد سهله في التزيين. هذا كي تحبوه برستيج. بعد ما تكملوا ديروا الخطوط هذوما تجيبوا هذا الكاوكاو اللي ملون باللون الاخضر وديروا رشات. تقدروا تستعملوا حتى البيستاج كل واحد ومقدوره. نجيبوا هذا الورد اللي راهو يتباع في الاسواق ونلصقوا الحبات تاعنا بهذا الشكل. واصلا راهي كاينه الشوكولا لذا راح نحطوا درك تلصق ونحطوا الحبات. انا حبيت يكون مزيج تاع الوان وانتم ديروا اي الوان انتم تحبوها في الوردات. انا نكمل نزين كامل الحبات وترجعوا تشوفوهم في شكلهم النهائي. هذا هو الشكل النهائي للحلوى اللي درناها نهار اليوم. كانت حلوى جد بسيطة بمكونات اقتصادية. دنينا هذه الحلوى اللي راكم تشوفوا فيها. انا زينتها على الاطراف بالقطايف ودرت زيكزاك من الشوكولا الملونة واستعملت الورد. انا حبيت شوية نعطيها شكل راقي. واذا كنتم انتم حابينها غير هذه الحلوى لشرب الشاي تقدروا تكتفوا بتزيين بسيط وديروا الكاوكاو مع الجوانب ولا ما ديروش. خلاص كل واحد وش يفضل. الكميه اللي استعملتها تاع الزبده خرجت لي 20 حبه بالحجم اللي راكم تشوفوا فيه. وفيما يخص الرشمه هذه اللي تشوفوا فيها من هنا راني استعملت هذيك الاداه تاع البلاستيك وشفتوا كيفاه طبعتها فوق من العجينه باش خرج لي الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. ما لكم غير تبارطاجيوه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.